هل نستمع منك إلى مقطع حافظ خير؟ قصيدة باللغة العربية الفصحى ولكن عنوانها باللغة الإنجليزية pressure يعني ضغط. كلمة مناسبة جدا. يعني أنت اخترت العنوان باللغة الإنجليزية وبقية القصيدة كانت بالعربية. ربما هذه المزاوجة سوف تنقلنا بعد قليل إلى مسألة ترجمة الشعر، ولكن لماذا اخترت اللغة الإنجليزية لتكون عنوانا للقصيدة عربية؟ هل تشعر ربما أن العربية لا يمكنها أن تعطي نفس الأثر عندما تحول ذلك إلى ضغط بالعربية؟ نعم، ربما تكون هذه مسألة لها علاقة قوية بالترجمة، وقد تختار كلمة أخرى تكون بعيدة تماما عن المعنى الحرف المباشر، لأننا اخترنا معنى مباشرا حين قلنا ضغط. ولكن ما يعجبني في كلمة بريشر أن هنالك إحساس بالضغط ممثل في صوت الكلمة. حرفتي أن أضبط الوقت، أن أحرس الساعات. حرفتي أن أضبط الوقت، أن أحرس الساعات، أن أدير مؤشرا وأرد عقربة على أعقابها إن أسرعت. 60 ثانية مضت وأنا أقاتل كي أعيد لك الصراط، كي يستقيم الوقت، كي توافي موعدك. إبرتان ورأس دبوس وعين واحدة، قوت يومي في الدقائق، والانتظار مصيبة، وعلي أن أجد البراغي يا رجل، فاصبر، اصبر قليلا. حافظ، أنت والصادق الرضي كانت لكما تجربة عملية وأكاديمية أستطيع أن أقول في مسألة ترجمة الشعر من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. التجربة الحقيقية التي عملت عليها كانت مع مركز ترجمة الشعر، حيث قمت باختيار قصائد للشاعر الصادق الرضي وقمت بترجمتها إلى الإنجليزية بالتعاون مع شاعر إنجليزي، إذ أن الترجمة تحتاج إلى قرب خاص من اللغة المترجم إليها، وهذا ما لم أكن أشعر في ذلك الأوان بأنني تمكنت منه تماما، وهو اقتراب كامل من اللغة الإنجليزية. لكن التجربة كانت تجربة مثيرة جدا، لأني تعاملت مع شاعر كان يعمل قريبا من الترجمة الشعرية التي قمت بها. الصادق، قصائدك أيضا ترجمت، هل أحسست بأن هذه ليست القصيدة التي كتبت عندما ترجمت، أم أن الإحساس اختلف؟ المقولة القديمة بتاعت إنه الترجمة هي خيانة، فهي خيانة نعم، ولكن مذاق مختلف. ما كان ممكن في لحظة من اللحظات اتجاوب مع فكرة إنه شعري يترجم للغة تانية على الأقل وأنا عايش في الحياة، يعني لأنه أنا بعلم إنه الشعر بيحتاج لنظر عميق في اللغة اللي أنت بتكتب بها نفسها. استطعت إنه أحس بالخطورة الثقافية، الخطورة بتاعت الفعل الثقافي والتواصل الثقافي الممكن ينتج من خلال الترجمة الشعرية أو الترجمات الأخرى، فبقدر أقول إنه الثمرة كانت ذهبية. ماذا تختار لتسمعنا اليوم الصادق الرضي؟ أحب أقرأ قصيدة من كتابي الأخير باسم أقاصي شاشة الإصغاء. القصيدة هي لهاث. كأنها تقترب من الباب تسمع دقات قلبك، أو كأنك في انتظارها تحضر طيور الضحى وتصطف على النافذة. ساعة من الصبر، غابة من الهديل والشقشقة. أستاذ عاطف، تحدث صادق الرضي عن الخطورة ربما التي كان يحس بها قبل الدخول إلى تجربة ترجمة الشعر، وأنت مررت بهذه التجربة، ترجمت لك أعمال في أستراليا من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. هل كان لديك هذا الإحساس أن القصيدة ربما تتشوه، ربما تدخل فيها سمات جديدة لم تكن تقصدها أنت؟ أنا يمكن تجربتي في مسألة الترجمة هي تكاد تكون بسيطة، أو في مراحل الأولى، لأنه بالكاد ترجمت لي قصيدتان. لكن أنا من المقتنعين شديد الاقتناع بأنه مسألة ترجمة الشعر هي مسألة محفوفة بكثير من المخاطر، خاصة ترجمة القصائد من العربية إلى اللغة الإنجليزية. وحتى الآن لم أجد ما يزحزح هذه القناعة، لكن بالضرورة ورغبة في التواصل مع الآخرين أنا أقتنع بأن مسألة الترجمة مهمة جدا جدا، لأنه هنالك كثير من الشعراء الإنجليز وغيرهم عندما تمت ترجمتهم إلى العربية هؤلاء الشعراء والكتاب ازدهوا أكثر مما هم موجودين في لغتهم. أتمنى أنه ده يحصل
وتترجم القصائد من العربية للإنجليزية بذات الازدهار والنضوج. بدأت الكتابة بالعامية السودانية عاطف قبل أن تكتب الفصحى. هل يمكن أن نختتم هذه الجلسة الشعرية بقصيدة عامية؟ خضراء ويانعة وحزنك سبيب، كأنك هلال البنات الخصيب، أحبك إذا ما ترجي الحليب وتسقي كأنك ولدت الحبيب. عيونك سما ورمشك قريب، يفيك في الغمامة ويخزل النحيب. بلاد انجبتني وقالت غريب، بلاد انجبتني عطشت وسقتني، رحت ولقتني فكيف علقتني بذاك الصليب.